الفنانة مريم فخر الدين كانت دايما معروفة بصراحتها وبأسلوبها الجريء، ومرة لما استضافوها في أحد البرامج سألوها هو المخرج يوسف شاهين كان جارك؟ ردت بكل تلقائية دي كانت جيرة منيلة ب 60 نيلة، دي جيرة عمري ما هنساها أبدا. وكملت وقالت أنا هحكي لكم على موقف حصل لي مع يوسف شاهين. أنا كان عندي شقتين، شقة صغيرة وشقة كبيرة، فجيت في وقت من الأوقات كنت بوضب شقتي الكبيرة ونقلت وقعدت في شقتي الصغيرة، وكان ساكن فوقيا المخرج الكبير يوسف شاهين. وفي الوقت ده دخل علينا العيد الكبير، فجوزي شريف الفضالي جاب لنا خروف، فاخدت الخروف وحطيته في الشقة الفاضية اللي بتتوضب. وفي الوقت ده لقيت يوسف شاهين بيخبط عليا، وكانت حوالي الساعه 3 الفجر، وبيقول لي ايه يا مدام مريم بقيتي بلدي وفلاحه جايبه لي خروف بيقول ماء ماء وانا اعصابي تعبانه، من فضلك سكتيه. قلت له انا ما اعرفش اسكته، مفتاح الشقه اهو، اطلع حضرتك سكته بمعرفتك. يوسف طلع جاب الخروف وجاب ازازه ويسكي وفتح بق الخروف ودلق الازازه كلها في بق الخروف. اه والله زي ما بقول لك كده. وكملت الفنانه مريم وقالت طبعا الخروف اتسعر وصوته بقى اعلى من الاول، ومش يوسف شاهين بس اللي صحي، العماره كلها اللي صحيت. ومش يسكت يوسف على كده، لا، قام رابط الخروف وجره وشده وجايبه لي لحد باب البيت، وراح مخبط عليا، واول ما فتحت الباب راح فك الخروف وخلاه يجري عندي جوه في البيت. طبعا بعد وقت كبير حاولنا نمسك الخروف بعد ما كسر نص البيت وحطيناه في الحمام وحبسناه. جوزي لما عرف قال ربنا مش هيقبل مننا خروف سكران، لازم نحميه يا مريم. ربطت مخده على وسطي وبعد ماتش مصارعه كبير مع الخروف وفي الاخر حميناه. وبعد ما خلصنا قصه الخروف اخلص من يوسف شاهين ابدا، اكتشفت ان هو عامل بانيو في اوضه نومه، واوضه نومه كانت فوق اوضه نومي، وما كانش عامل صرف للميه، فطبعا كل ما ياخد دش ويعوم في البانيو انا كنت بعوم انا وسريري. طلبت اكتر من مره يا استاذ يوسف من فضلك اعمل بلاعه، ولا هو هنا. اخر ما زهقت قررت اعزل واسيب الشقه، وبعد ما نقلت من الشقه بحوالي 5 6 شهور بعت حد يجيب لنا شويه حاجات من الشقه القديمه. ولما البنت دي راحت الشقه ورجعت لقيتها بتقول لي الحقي الميه بتاعت استاذ يوسف شاهين مغرقه البيت كله. قمت جريت ورحت على الشقه لقيت الميه مغرقه الباركيه والسجاد والعفش كله بايظ. كنت اروح اعمل له محضر لكن مراته كانت مكسوره ومتجبسه، قلت خلاص اصلح كل حاجه انا عشان هو في الوقت ده كان مسافر بره مصر. رحت مصلحه الشقه عندي وصلحت له الشقه هو كمان، صلحت السقف وعملت له بلاعه. وفي الوقت ده انا كنت متكلفه لشقه استاذ يوسف حوالي 6000 جنيه. ولما رجع يوسف شاهين من بره قلت له استاذ يوسف انا دفعت 6000 جنيه تصليح للشقه بتاعت حضرتك. قال لها متشكر جدا انا هبعت لك بوكيه ورد. قالت له بوكيه ورد خليه يحطوه على القرافه بتاعتك لما ربنا ياخدك. ودي من اطرف القصص اللي كانت ما بين مريم فخر الدين والمخرج الكبير يوسف شاهين. لو عجبك الفيديو ما تنسناش في اللايك والشير والمتابعه، عندنا قصص كتير عن نجوم الفن بتوع زمان.